5 3. ما تفتح يا ابني الباب ده. انا نايم على الارض. عليكم احلى ناس في الدنيا، يا رب دايما تكونوا كويسين وبخير. النهارده معانا فيديو جديد. الحمد لله المره اللي فاتت عرفت امسك في عمرو كده وازق نفسي منه لحد ما محمود ونادر جوني. النهارده انا كنت في المستشفى، خرجت من كام ساعه كده، من 4-5 ساعات. فدلوقتي نادر طلع عشان عندهم ظروف في البيت، وهلا برضو بنكلمه بيقولك انا في البيت، وبنسأل عليه في البيت يقولك ده بينزل عادي. فمش فاهمين في ايه، مش فاهمين ايه اللي بيحصل بالظبط. ودلوقتي انا معايا محمود وبنصور بالموبايل سيلفي زي ما انتم شايفين، والساعة تقريبا 4 الفجر. قبل ما اكمل كلامي بس عن الموضوع بتاعنا، انا عايز اشكركم جدا على دعمكم على القنوات بتاعتنا بيوصل. فعلا متشكر جدا، انتم بعد يعني ربنا ثم الناس. فعلا وقفتوا معانا وقفة حلوة جدا، فمتشكر جدا لدعمكم. احلى ناس في الدنيا. قناة محمود 3000 عايزين نوصلها ان شاء الله 10000 مشترك. القناة بتاعتي التانية اللي تبع قناة انس وهلا، او البديلة للقناة الاساسية، القناة دي فيها 6000 في زمن بسيط خالص، وما ننزلش عليها كتير. فمتشكر جدا ليكم، لكل حد عمل سبسكرايب عليها. عشان اعدي العربية. متشكر جدا ليكم، لكل حد عمل سبسكرايب على القنوات دي. انا بفرح جدا لما بشوف حد في الشارع بيقول لي انا عامل سبسكرايب في القنوات زي ما انتوا بتقولوا. متشكر جدا على الدعم ده، متشكر جدا بجد من كل قلبي. عايزين القناة 6000 دي توصل ان شاء الله 50000 في اقل وقت. عايزين قناة محمود توصل 10000 في اقل وقت. في الفترة اللي احنا فيها دي محتاجين فعلا كل حد بيتفرج علينا يعمل اشتراك. لو اول مرة تشوف الموضوع اعمل اشتراك، تشوف الفيديوهات اللي فاتت، تشوف الفيديوهات الجاية. الموضوع اللي احنا فيه ده غريب شوية. حكينا للدكتور اللي كان بيكشف عليا، قال لي في فيروسات بتترش رش، مش شرط تتنقل تبقى عدوى او حاجة معينة. ف يعني الموضوع طويل شوية، مش عايز ابقى اتكلم كتير في الاول. فهو اداني دواء عبارة عن حقنة، فجبنا حقنة ومعانا الدواء اللي الدكتور كتبه، هو ده. تمام. المفروض ان الدواء اللي معانا ده، الراجل ده لو خد منه حقنة 5 جرام بالظبط من الحقنة دي ان شاء الله هيبقى كويس، ولو هلا في حاجة هيبقى كويس هو كمان. ده بالنسبة للموضوع اللي هو بتاع ضيق النفس، وان انت مش عارف تاخد نفسك وكده. فاحنا النهاردة هنروح عند المكتب نشوف هلا موجود ولا مش موجود. احنا واقفين طبعا بعيد زي ما انتم شايفين، ان الدنيا شتا، ما فيش حد صاحي اصلا. احنا عايزين نديها الهلة الاول عشان ايه؟ هنشوف، بس احنا طبعا ما ينفعش ندي الاتنين نفس الحقنة. وطبعا تحذير، محدش ابدا يجرب اي حاجة من الحاجات اللي بيشوفها جوه الفيديو ده، لان احنا حذرين كويس وعارفين احنا بنعمل ايه. فياريت محدش من شبابنا الحلوين ولا بناتنا الحلوين يجرب ابدا حاجة، ولا يفكر ياخد اي دواء من غير ما يستأذن بابا، من غير ما يستأذن ماما، من غير ما يستأذن دكتور. عشان برضه يا شباب انا بحب اطمن على الناس اللي بتتفرج عليا وعلى الفيديوهات بتاعتي. تمام. محدش يقلد اي حاجه بيشوفها في الفيديو ده، لان انا في ناس كتير بتقابلني في الشارع يقولي ده احنا في مقابر جنبينا وعايزين نخش فيها. انت ممكن تدخل نفسك في مشكله من غير ما تحس. الكلام ده انا ما بقولوش عشان كلام فيديوهات، الكلام ده انا بقوله عشان فعلا بجد انت ممكن تدخل نفسك واهلك في مشكله من غير ما تحس خالص. فانت خلي بالك، خليك في دراستك، خليك مهندس شاطر، دكتور شاطر، زي ما احنا اتعلمنا واهالينا تعبوا معانا عشان نبقى حاجة كويسة. فانت كمان اهلك بيتعبوا عشانك عشان تبقى حاجة كويسة. فبطلب من كل اللي بيشترك بطلب من كل اللي بيتفرج دلوقتي يعمل لايك على الفيديو ده، يتفرج على الفيديوهات القديمة، ولو اول مرة تشوفنا خش على القناة بتاعتنا اشترك فيها كلها، لان كلها بينزل عليها فيديوهات. دلوقتي احنا هنتحرك، احنا بنصور بالموبايل، وطبعا المكان هادي زي ما احنا شايفين. ربنا يستر، احنا الحمد لله ربنا سترها معانا وجت خفيفة. طبعا لو في اماكن بقى مهجورة عايزيننا نستكشفها، او حاجات معينة عايزيننا نخشها، فاكتبوا لنا تحت في الكومنتات. ما بتعرفش تكتب كومنتات، تعال على الانستجرام سجل لنا بس فويس نوت بصوتك في رسالة، واحنا بنشوف كل الرسائل. لو حد عايز اعلانات او اي شغل فبرضه هيلاقي الجيميل بتاعنا تحت، وعلى انستجرام ممكن يخش يكلمنا على اعلانات. انا عايز
الشانل ان شاء الله بتاعت محمود توصل 10,000 في اقرب وقت، لان محمود هيبتدي ينزل عليها فيديوهات ان شاء الله. وعايز الشانل ان شاء الله اللي فيها 6000 دي تبقى 50,000 من عزوة انس وهلة. طبعا هتعوضنا شوية عن القناة ال 300 وي اللي راحت. الحمد لله رب العالمين، وقدر الله ما شاء فعل، واحنا دي حاجة بتاعت ربنا يعني. وعايزين القناة دي توصل 100,000 في أقرب وقت، عشان الدرع هيجي باسم عزوة أنس وهلة. دي حاجة هتتشل كده إن شاء الله للتاريخ. تعالى 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 كده الأول، تعالى. ايه ده؟ كان مين يقف معاهم واختفوا مرة واحدة؟ طب احنا عايزين نمشيه ونخش الهلة. عايزين نمسك هلة. طبعا دلوقتي يا جماعة احنا هنحاول نسهل بتاع اللي جوه ده اللي بره ده، ونقفل. ايه ده؟ جاي ماشي، تعالى كده، تعالى. طبعا يا جماعة احنا دلوقتي هنحاول نجيبه لحد هنا، ونروح احنا جري نحاول نمسك هلة ونديله زي ما انا قلت الدواء اللي احنا قلنا عليه ده المفروض. طبعا العملية دي كلها الله اعلم هتاخد مننا قد ايه وقت، بس طبعا ده مش موضوع سهل، لان ده مروج زي ما انتوا شايفين كده، وحاجة مش طبيعية يعني، مش طبيعي ان انت هتشوفها. هو ماشي عمل كده ليه؟ هو بيستهبل، انا حاسس ان ده اصلا غير التاني. طبعا في ناس كتير في الكومنتات كتبت لنا ده ماسك اللي على وشه ماسك، فاحنا برضه هنحاول نشيل الماسك اللي على وشه ده. وفي حاجات احنا بنبقى واخدين بالنا منها، بس مش كلها هنقولها يعني جوه الفيديو، يعني دي حاجات بتبقى عادي طبيعية. انا شايف الاثنين غالبا ده غير الاولاني، والاولاني غيره، والواد اللي هو بنضارة الاولاني ده اختفى تماما. طبعا نجيبه فين ودي فين ده؟ بقول لك ايه، اجري انت على هلة. لا انا عايز هو ده راح فين؟ عشان انا ما اعرفش مين اللي كان واقف معانا ده اصلا. يا عم اختفى. طب تعالى اجري. ايه ده بيتكلم؟ هلا يا عم افتح الباب، خلص افتح. تعالى انا خمسة. ايه اللي هو كاتبه ده؟ ده رقم تليفون، ده رقم تليفون. مش واضح اوي في الكاميرا. تعالى انا، تعالى خلي بالك. قرب عليه كده يا محمود، قرب على الرقم ده. ما مش جاي معايا اهو، مش واضح اوي. لا ده مش رقم تليفون، ده رقم تليفون والله. ده رقم تليفون ده. اه بص كده. اه مشي. رقم التليفون
حاولت اجيبه يعني. ده مش رقم تليفون. 3 1 1 5 5 5 3. افتح يا ابني الباب ده، افتح. طب الباب خلص، افتح الباب يا عم ما تبقاش مرووش يا ابني، افتح الباب اهو. يا ابني افتح الزفت ده. هو ماله باصص عامل كده ليه؟ في بصة غريبة كده. طب تعالى نمسك ده ندول. تعالى نمسك ده، تعالى. طيب ماشي، مش هتفتح يعني؟ بص انا جايب لك ايه. انت مش معاك المفتاح؟ بص انا جايب لك ايه. نشوف مفتاحك فين، راح فين؟ اما جرينا المره اللي فاتت نسيته جوه. طب تعالى نقفش ده، تعالى نمسك ده. الا هتطلع على اديله المصل يا الا هتطلع على اديله المصل. امسك ده يا انس، هيجيلك. راح فين؟ بقى ريحته ولا ابعد ابعد هديك بالرجل. حضر يا ابني الحقنة. افتح. حضر الحقنة. انا عايز امسكه بس الاول. وريله الحقنة كده. اعمل الحقنة، طلع الحقنة. لا. تعال. طب عايزنا نمشي. طب حضر يا عم الحاجة دي، نديها له دي، وبعد كده نتصرف احنا، نعرف نفتح معاه نشوفه ايه. يا عم لما يلاقي ده مغرور هيفتح. هو كده قاعد جوه وسايب ده بره، مش فاهم ده سايبه بره ليه. تعال نقف بعيد كده نشوف فين. راح فين؟ تعال نقف هنا فين. اقفل النور، اقفل النور. اهو بيفتح الباب. ده نايم على الارض. ده نام على الارض. حضر الحقنة بقى. هو كده اكيد فاكرنا مشينا. حضر الحقنة يروح يجري عليه، اديها له على طول. حضرها. دلوقتي يا جماعة الحقنة جاهزة. هو دلوقتي زي ما انتم شايفين كده نايم. هو طبعا فاكرنا ان احنا بعدنا، واحنا فاكرنا انا ومحمود طبعا بعدنا بعيد خالص، وهي لسه جوه. مش فاهم ايه الفكرة برضو ان هي جوه وده بره في الشارع. نايم حارسه يعني. بس هو نايم. تعالى كده شوف. تعالى نطلع عليه على طول ونروح نبدأ.
يلا 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 يلا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا كل مغامرة جديدة.